شايفة فيديو بيكتم الأنفاس لأبعد الحدود. اللي حصل كالتالي: يوم 13/10 كان في شوية شباب، طبعا من هما بيبيعوا مخدرات، كانوا بيبيعوا على باب محل بتاع راجل. فالراجل يا عيني قال لهم اللي في المحل: يا عمي امشوا من هنا، ومش عايز حد يبيع حاجة على باب محلي، كل واحد بيحافظ على مكان أكل عيشه. وبعدين دخل الحرام من الشارع، أكيد الحلال هيهرب. فالراجل قال لهم الكلمتين دول وخلاص، يعني مفيش أي حاجة، يمشوا الناس دول. لانهم كانوا حاطين على، يعني اللي عرفت انهم حاطين ارقام تليفوناتهم على التذكره، يعني على البتاعه دي اللي بيبيعوها. فالراجل قال لهم الكلام ده وخلاص ومشاهم، الا بيهم ما يعجبهمش الكلام ده. كان يوم 13/10 في، يعني في توقيت بدري شويه. راحوا رجعوا يوم 14/10، يعني بعد كام ساعة قرب الفجر، الساعة 4 كده، وقاموا داخلين على أصحاب المحل اللي هما كانوا 2 قاعدين، ويعني كانوا لسه بيسموا وبياكلوا، وينزلوا عليهم بتاع دي سلاح كبير كده، أنا معرفش انتوا بتسموه السطورة ولا سكينة طويلة ولا ايه، معرفش سلاح زفت أبيض. وقاموا داخلين على الراجل اللي قاعد على المكتب، يا عيني غزينه في بطنه غزة كده. وخدوا واحد غلبان يا عيني لسه بيسمي، لسه عايز ياكل، يعني بعد يوم عمل طويل. ويقوموا ماسكينه ومطلعينه لبره، وقاعدين مدينه تغزيز في كل حته، وسارقين تليفونه لدرجه يا عيني يعني هو بيشدوه، كان ماسك طبق الاكل خايف يقع منه يعني. والله المنظر متعب نفسيا لابعد الحدود. الفكره الناس دول يعني ايه اللي يوصلهم لمرحله انهم يتبلطجوا على الناس في محلاتهم او اكل عيشهم؟ انا شفت حاجات كتير جدا على النت بتتنشر بنفس الطريقه، ما بين قتل، سرقه التليفونات، ما بين واحد ينزل واحد من بيته يقوم يصفيه على الارض، ما بين واحد يعدي على واحده يموتها، ما بين واحد يقطع طفل يقطع طفل ويطلع ابوه مساعده، وابوه مستخبي ويسلم ابنه تسليم اهالي. ايه يا جماعة؟ يعني موضوع بقى موضوع مخيف وكبير جدا، ما بين تجارة اعضاء، ما بين بلطجة، ما بين مخدرات، ما بين ادمان، ما بين واحد يكون فاتح سوبر ماركت في امان الله يلاقي واحد داخل جوه مخلص عليه وباخد الفلوس وماشي. بلاوي بلاوي ما يعلم بها رب العالمين، مخيفة لأبعد الحدود. ما يعني لدرجة ان احنا بقينا نخاف من الامن، يعني بنقول ما فيش امان. معقول ما فيش امان؟ معقول ان الواحد يبقى كده ماشي في الشارع يلاقي نفسه بيتثبت؟ لسه شايفة فيديو برضو لست كبيرة، ست في الشارع ماشيه يا عيني لا حول بها ولا قوه، يقوم معدي موتوسيكل من جنبها ساحب الشنطه منها ساحلها على الارض، وقع على الارض. وست كبيره، يعني ست كبيره اكيد مش هتقوم. واعرف ان هي في المستشفى، بعد شويه تابع الاخبار بتاعتها الاقي الناس تقول لك ان هي في المستشفى. كل ده موجود على النت، كل ده مسبب لنا رعب وخوف، كل ده عامل لنا قلق، كل ده بيتنشر في الوقت ده ليه؟ انا معرفش. هو عباره عن ترندات، هو عباره عن تضييع وقت، هو عباره عن تضليل، هو عباره عن ترعيب، هو عبارة عن ترهيب. انا مش عارفة ده عبارة عن ايه. لكن حالتي كست، بخاف على اهل بيتي، اخاف على ابني، اخاف على جوزي، اخاف على اخويا، اخاف على اي بني ادم. انت متخيل تركب تاكسي تلاقي واحد بيثبتك عشان ياخد عربيتك؟ انت متخيل تبقي ماشيه في شارع ماسكه تليفون بترد على جوزك ولا بترد على حد يسحبه من ايدك؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي وصل الناس للمرحله دي؟ ايه اللي وصل الناس على انهم لدرجه انه يعني يعني يحلل لنفسه اي شيء لمجرد انه ياخد ويمشي؟ انا ما اعرفش، واللي يعرف يقول لي. بس احنا في حاله ما يعلم بها الا ربنا، ورعب اجتماعي مخيف لابعد الحدود. نخلص من دول نعدي على خناقات المنصات بقى. واحده تقعد زي اللي اسمها مش عارفه كابي ولا ايه، تقعد تقول لك ده معمول له عمل وده معمول له ايه الكلام ده يا جماعه اللي بقى عيني عينك على العلن يعني؟ وعايزين نتكلم عن الموضوع ده باستفاضه. الموضوع كبير ومش صغير وما يتسكتش عليه فعلا، ومفروض يبقى فيه سرعة عقاب. مش نيجي بعد ما الواحد يموت نقعد ندور على حقه ومستحقه. طب عايزين تأمين، عايزين ناس في الشوارع، عايزين شرطة في الشارع، عايزين ناس تأمن اصحاب المحلات، عايزين ناس تاخد بالها زي زمان. ها مين هناك؟ انا الشاويش عطية. عايزين ناس كده، عايزين ناس كده تأمننا فعلا، تبقى معها سلاح لما يجي حد يتعدى عليه او حد يعدى على شارع زي كده، يلاقي مثلا حد معاه سلاح يلحق ينقذه، مش ياخدوا الجيران ياخدوه يودوه على المستشفى. غابت الشرطة من الشارع، والناس خدت بقت هي مفترية، ويعني بقت ايه؟ بقت بلطجة. عيني عينك. تخيلوا بقى انا لو زي زمان بقى في شرطة وفي ناس وفي مرور وفي حركة وفي دنيا وفي دين وفي كده، عمر ما حد يتجرأ علينا، عمر ما حد يتجرأ علينا في الشارع. لو في كل شارع واحد يلاقي شرطة يجري عليها، عمرنا ما هنشوف الكلام ده. وانا والله العظيم ده رأيي، انا ما اعرفش رأيكم ايه او كده، لكن الله غالب، هو اللي قادر
وهو اللي قادر يغير كل الكون، والله ما انا عارفه اقول فيه ايه. جماعه حطوا لايكات يا جماعه، حطوا لايكات على الفيديوهات القديمه، والله بقدم محتوى كويس جدا. ومش محتوايا ان انا البس الخمار واطلع اعمل فيديو، لا انا محتوايا شوفوا. السلام عليكم.